قبل ما ابدا انا حابب اعرفك ان القصه دمار، وصدقني في البدايه الاحداث هتمشي عادي وهتولع تدريجيا، بعد كده هتوصل لليفل عالي من الجمدان. فركز معايا ويلا بينا نبدا سرد الحكايه. تخيل معايا كده تكون منبوذ وضعيف وكحيان، وفي الاخر اختك الاصغر منك عندها قوه جامده جدا، فكل اللي تعرفهم بينبذوك وبيكرهوك كمان، لحد ما فيهم كل الموازين دي بتتقلب. فاربط حزام الامان وانزل اعمل لايك للفيديو ده، عايزين الفيديو يوصل 7000 لايك، وفي ال 50000 عندنا مفاجاه جباره. ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. في احد الممالك ظهرت الشياطين وهجمت عليها ودمرتها، والبشر كانوا خلاص في عداد الموتى، بس الامبراطور بتاع العالم ده ما سابهمش كده، وقرر ان يمنح كل بشري فيهم هبه معينه، زي البنت دي مثلا واللي اسمها روتي وعندها قوه البطل الاعظم. بس على الجانب التاني كان اخوها بيبكي وحيد، والواد ده ضعيف جدا وقوته ما تجيش ربع اخته حتى. ونفهم من كده ان مش كل القوى بتكون مفيده لصاحبها. بس تفتكر الاوضاع هتفضل زي ما هي؟ لا والله. اخوها بالمناسبه بقى اسمه ريد، وشغال جامع للاعشاب الطبيه. المهم بطلنا حاليا بيكون عايش في قريه اسمها زولتان، واللي حدودها من الجانبين نهايه الارض، يعني من الاخر كده القريه دي معزوله تماما وبعيده عن بقيه الاماكن. بطلنا ريد كان بيجمع الاعشاب وبعدها بيروح يسلمها للمحل وبياخد الفلوس، وكان في شويه مغامرين قاعدين بيتمسخروا عليه لانه حتى معهوش سيف كويس. بس بطلنا ريد ما بيهموش الكلام ده، وبيقول لنفسه انه يفتح محل للعطاره والاعشاب ويعيش حياه هاديه وخلاص. وده لانه طبعا ملوش في جو المغامرات ده، وبيسيبهم ويمشي. بيفكر وهو ماشي في حل مشكله المحل بتاعه، وده علشان هو مفلس زي وزيك كده. بيجي احد الاطفال وبيشكر ريد على كل حاجه عملها له، وبيبدو كده ان بطلنا محبوب في القريه دي. الواد بيساله عن الهبه بتاعته، بس بطلنا بيغير الموضوع والواد بيسيبه وبيمشي. ولو مش عارف موضوع الهبات ده بالظبط ايه الهبات، فهي قدرات او قوه او حتى تعزيزات للقوه بيديها الامبراطور بتاع العالم ده للبشر. والهبات بتكون عباره عن 4 انواع: هبه المحارب والساحر والمقاتل والصياد، وكل هبه ليهم لها وظيفه معينه. فمثلا هبه المحارب بتعزز من القدرات الجسديه، وهبه السحر بتزود من القدرات السحريه، وهكذا بقى. بطلنا مش بيكون معرف حد القدره بتاعته، وهنعرف السبب ده قدام شويه. المهم بعد كده اليوم بيخلص وبطلنا بيستريح، بس بتبقى في حاجه شغلاه ومش مخليه عارف ينام، عمال يفكر فيها وشغله كل تفكيره. الموضوع ببساطه هو طرده من المملكه. فيلا بينا نشوف الحكايه ايه. ريد كان عايش مع اخته اللي اسمها روتي، وبيساعدها في كل المهمات لحد ما كبرت وقوتها بقت افضل منه. وده طبعا ده الشخص ده واللي اسمه ايريس، وهو زميل بطلنا ريد في الاساس. ايريس بيكلم بطلنا وبيطلب منه يكسر الحاجز اللي هو عمله، فريد بيجرب بس للاسف مش بيقدر. فايريس بيقول له انت بقيت مجرد عيب علينا، كنت بتساعدنا بس دلوقتي بقيت مجرد نكره مالكش اي قيمه، ده انت حتى في اخر مهمه ما قدرتش تحمي نفسك، فانت كده بقيت مجرد عقبه في طريقنا. فبالذوق والاحترام سيب الفريق وامشي، والاحسن انك ما تقولش لاختك حاجه، وعشان هي اكيد مش هتتخلى عنك. فريد بيسمع الكلام ده وبيكون مصدوم، بس لما بيفكر في الموضوع بيلاقي ان ايريس فعلا عنده حق، وبيقرر يسيب الفريق. بيطلب من ايريس انه يعرف الفرقه ان ريد كان بيتجسس على جيش الشياطين واتقتل، وايريس بيوافق على الكلام ده. وقتها بطلنا بيسيب الفريق وايريس لم يحرك ساكنا. ده ايه الجحود ده يا جدع، بتعامل اعز اصدقائك بالطريقه دي؟ ريد بيمشي وكل اللي كان في باله هو اخته، لانه ما كانش عايز يسيبها. بنرجع بقى للواقع وبطلنا بيفكر في اللي هيحصل، وبيقرر انه يعيش الفتره دي بهدوء من غير اي مشاكل، وبينام. تاني يوم بيصحى بيروح الغابه علشان يبدا شغله، وبيفكر في المهارات بتاعته، وبيقول ان مهاراته عاديه جدا وان اي شخص يقدر يستعملها. واخيرا بنعرف مهارته هي مهاره النجاه، والمهاره دي بتسمح له بكذا حاجه، ومنها انه يحفظ الطريق وما يضيعش في اعمق الاماكن في الجبال. وفجاه وهو بيفكر بيظهر قدامه وحش عملاق بيهجم عليه، بس بطلنا بيقدر يحس بيه، وفي اخر لحظه بيتفادى الهجوم ده وبيطلع يقف فوق شجره. بيفكر يقتله بس بيرجع في كلامه لانه مش عايز حد يعرف عنه حاجه. وبعدها بيرجع على القريه، بيلاقي اصحابه مستنيينه ومعاهم واحد باين عليه رخم، والشخص ده بيكون اسمه البرت. في الوقت ده بيقول البرت لبطلنا انه محتاجه معاه، وبيطلب يجي معاه في مهمه معينه. البرت بيتكلم مع بطلنا بتكبر في الوقت ده، فبطلنا بيرفض العرض بتاعه علشان ما يبقاش ظاهر في الصوره قدام اي حد. البرت بيتعصب جدا، وده علشان مغامر كحيان زي ريد بيرفض الطلب اللي هو طلبه منه. بيحاول يقنع ريد وبيقول له مستواك هيبقى في الرتبه سي، وكمان الناس هتحترمك، ومع ذلك بطلنا بيكون مصمم على قراره. البرت مشي وهو دمه محروق، وفي الوقت ده بطلنا بيروح على اوضته علشان يعدي الفلوس اللي جمعها، وبيقدر يستنتج ان كده فاضل له 6 شهور ويشتري المحل اللي نفسه فيه. وفجاه في حد بيخبط على الباب جامد، وبيقول انا جونز، وده بقى والد الطفل اللي كان مع بطلنا قبل كده. اول لما بطلنا بيفتح الباب بيلاقي جونز واقف قدامه وبيطلب مساعدته، وبيقول له ان ابنه اللي بالمناسبه اسمه تانتا تعبان جدا، والدكتور بيقول له ان عنده مرض بياض العيون، وده مرض خطير بدايته بتكون تعب، وفي الاخر بيتسبب بالعمى. ريد بيروح بسرعه يشوف ايه الموضوع، وبيقابل الدكتور وبيعرف ان الواد فعلا ممكن يصاب بالعمى في اي وقت. بيحترم ومبقاش عارف يعمل ايه، يسيبه ولا يساعده، لانه لو ساعده ممكن يتكشف والنقابه تعرف ان هو لسه عايش. في النهايه بيقرر يساعد الواد بس على شرط ان جونز ما يجيبش سيرته لحد، وفعلا جونز بيوافق على كلامه وبينحني ويشكره. فعلا بيروح ريد على الغابه علشان يجيب الاعشاب، وبيستعمل مهاره السرعه الفائقه، وسرعته بتبقى جامده بصراحه. ريد بيكمل جري بس بيفتكر انه لو مشى في الطريق ده هيقابل جماعه البرت، فبيقرر يمشي من طريق تاني. ولكن فجاه بيشم حاجه غريبه، فبيروح على الغابه بسرعه وبيتفاجئ ان الغابه كلها بتولع. المشكله مش كده، المشكله الاكبر ان علاج تانتا واللي هي بعض الاعشاب مش بتنمو الا هنا. ريد ما بيكونش قدامه اي حل تاني، فبيستخدم شويه ميه وبيدخل لجوه الغابه وبيبدا يجمع في الاعشاب. ولكن فجاه وهو بيجمع في الاعشاب بيلاقي وحش عملاق قدامه، وبيقوم الوحش ده
ده ضرب بطلنا، بس ريد مش بيسكت له وبيطلع السيف بتاعه بيشق الوحش ده نصين وبياخد الاعشاب وبيمشي. وعلى الجانب التاني كان البرت والجماعه اللي معاه وصلوا واتفاجئوا بالوحش مقتول، فالبرت عمل نفسه هو اللي قتله وبيطلب منهم يمشوا بسرعه من المكان، وفعلا بيمشوا. في الوقت نفسه كان ريد ودى الاعشاب للدكتور وعطاها لتانتا وبدات حالته تتحسن اكتر واكتر. بعدها بطلنا ريد بيمشي بس جونز بيجري وراه بيوقفه وبيشكره على كل حاجه، فريد بيهزر معاه بيقول له طب تعالى بقى نتفق على المكافاه، ما انا مش هشتغل ببلاش. المهم الاثنين بيكملوا هزار مع بعض وبتعدي الليالي والايام، وبعد مرور 4 شهور بنشوف البنت دي واللي اسمها تير وهي مغامره بتنفذ المهمات. بتروح عند احد المحلات، ففي بنت في المحل واقفه بتقول ان النهارده هيكون افتتاح محل ريد للعطاره. في الوقت ده الموضوع بيشد انتباه تير وبتسال عن تفاصيل ريد، فالبنت بتحكي لها كل حاجه عنه. بتقول لها انه شخص لطيف وكل اهل القريه بيحبوه، بس ما حدش بيفهمه، وده لان دايما على وشه نظره غامضه ومش مفهومه. وبعد كده بننتقل لريد اللي بيكون واقف قدام المحل بتاعه وطاير بيه من الفرحه. اللي بنى المحل ده هو جونز، وبنعرف ان قبل 4 شهور لما ريد انقذ تانتا طلب من جونز مكافاه واللي هي انه يبنوا له المحل بتاعه مجانا، وفعلا جونز بيوفي بوعده وبيبني المحل. بطلنا بيشتري كل المعدات اللازمه للبناء، وكل القريه بتحضر الاحتفال والكل بيكون فرحان وسعيد والدنيا اخر حلاوه. ريد بيفكر في الوقت ده بيقول ان عايز يعيش الفتره اللي جايه دي بهدوء وسلام مع كل سكان القريه. بعد ما الاحتفال بيخلص وكل واحد بيروح على بيته، تاني يوم بيتفاجئ ريد ان مفيش اي زبون جاله لحد دلوقتي. بيفترض ان ده بسبب المطر، وفجاه في وسط تفكيره اذا ببنت جميله شقراء بتدخل عليه ودي بتكون تير. بتقول له اخيرا لقيتك يا جويدن. بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيعرفها ان اسمه حاليا ريد، وبيسالها عن السبب اللي مخلي اميره زيها تبقى مغامره، فبتعرفه ان هي عندها مشاكل ومن ضمنها ان بعض الناس بيفضلوها على اخوها ولي العهد، فقررت تمشي لحد ما الامور تستقر. بعدها بتساله هو كمان عن السبب اللي مخليه يبقى هنا، فبيحكي لها كل حاجه وبتتعصب وبتقول له ازاي انجروا جميلك كده، ده انت اللي حافظت على النقابه لسنين ودربتهم وعلمتهم كل حاجه، ازاي يكونوا خساسين بالشكل ده. بيطلب منها ان هي تهدى وبيعرفها ان هم كده كده مش محتاجينه، وده حتى بعد ما مشى هم لسه مستمرين وهزموا جوريدون احد الاعوان الاربعه بتوع ملك الشياطين، وده كمان اللي يعتبر اقوى واحد فيهم. وبعدها بيقول لها انا اقوم واعمل لك شويه شاي. هو في المطبخ بيكون زعلان جدا وبيفتكر اخته وذكرياتهم مع بعض، وبيزعل جدا لانه مش هيقدر يشوفها تاني. في الوقت ده بيروح يقدم الشاي ليها، واول لما بتوه بيعجبها جدا وبتقول له الشاي ده حلو زي اللي عمله. وشها بيحمر من اللي قالته، بتقول له ما كانش قصدي، انا كان قصدي ان الشاي حلو بس. فريدي بيفتكر الوقت اللي قابلها فيه اول مره، وده كان من كذا سنه لما كان مع الفريق بتاعه واخته كمان، وفي مره هم بيتفقوا على مهمه شافوا راجل بيضايق بنت، بس فجاه البنت وبدون اي مقدمات بترزعه في الارض وبتهجم عليه، والكل بيكون مصدوم من قوتها الكبيره. بعدها بتروح عليهم وبتقول لهم ان هي مش محتاجه مساعده من حد، وحتى المملكه مش محتاجه مساعده الابطال. بتمشي بعدها ودي بتكون اول مقابله ما بين ريد وتير، وبعدها بيبداوا يعملوا مهمات سوا وصداقتهم بتتحسن اكتر واكتر. في المهمات كانوا بيساعدوا بعض، وفي احد المهمات كانت تير هتموت على ايد الخونه، ولكن بطلنا ريد بينقذ حياتها في اخر لحظه. واتضح ان الخاين ده هو مجرد شيطان متنكر في صوره انسان، وظهر شكله الحقيقي ونزل طحن فيهم هما الاثنين لحد ما روتي وصلت وهجمت على الشيطان ونزلت تقطع فيه، والبت دي قوتها جامده فشخ. بعد كده قتلت الشيطان وانقذتهم هما الاثنين. المشهد ده اتحفر في دماغ تير وزعلها واثر فيها جدا لدرجه ان هي قررت توقف الحرب. بطلنا بدا يواسيها ويعرفها ان الحزن مش هيساعدها، بل بالعكس هيزود معاناتها، فلازم تقوم وتقاتل وما تعتمدش على روتي، لان روتي لو حصل لها حاجه فهم هيكونوا بلا حول ولا قوه، فلازم يحسنوا من قدراتهم. وفعلا وقتها تير بتقتنع بكلامه وبترجع تحارب تاني. بنرجع بقى للوقت الحاضر، وتير بتطلب من بطلنا ان هي تشتغل معاه، بس هو بيرفض لان المبيعات قليله جدا ومش هيقدر يدفع لحد. البت بتصر وبتقول له طب لما تسيب المحل مين هياخد باله منه. بتبدا تتناقش معاه وبتساله ايه اللي بيميزك عن غيرك، فبيعرفها ان هو بيبيع منتج التضاعف، وده لو معاك مسحوق وعايز تزوده فبتحط عليه وبيتضاعف. المنتج ده بيضاعف الحاجه 5 اضعاف، وتير بتعرفه ان ده اختراع غبي. بتقول له انت لو كملت في الموضوع ده المبيعات هتقف. فريد بيفكر شويه وبيقول لها ان كلامها صح فعلا. بتقعد تتريق عليه وتضحك وبتقول له ان هي كانت دايما بتشوفه شخص لطيف وهادي ونفسها تكون دايما معاه، وهي بتقول له الكلام ده من هنا وشهم هما الاثنين بيقلب للون الاحمر وشكلها تلعب مع ريد ابن اللعيبه. بطلنا في الاخر بيوافق ان هي تشتغل معاه، وهي بتقول له انها هتفضل تساعده دايما وهيفضلوا قريبين من بعض. بيقعدوا بعدها ياكلوا والاكل بيعجبها جدا، وبتقول له ان هي تشتري حوض سباحه وكمان سرير. بيسالها عن السبب فبتقول له ان هي هتعيش معاه، والاثنين بيسكتوا في لحظه صدمه، وبطلنا بيصرخ فيها بيقول لها ازاي هتعيشي معايا يعني، فبتقول له انا خلاص قررت وهنفذ على طول، وشكلها هتعلمه الادب. في نفس الوقت ده كان ايريس جايب بنت قويه بدرجه كبيره علشان تحل محل ريد، والكل بيتعرفوا عليها، وروتي بتقول لها ان انت هتبقي التابعه بتاعتي، والبت بتوافق. روتي بتكمل كلامها وبتعرفها ان هم رايحين يجيبوا سلاح سابه ملك الشياطين السابق، وشكل الاحداث ولعانه يا صديقي. تاني يوم بيصحوا وبيفطروا، الاجواء بتبقى لطيفه جدا ما بينهم، وبيتفقوا على المرتب، وتير هي اللي بتطلب مبلغ معين. المبلغ ده بيكون قليل جدا فبيوافق ريد على طول، وتير بتقول له ان هي حاليا هتروح تشتري السرير وكمان هتجيب شويه لوح تحطهم على المحل. بعدها بيروحوا هما الاثنين علشان يشتروا السرير، وبيوصلوا على المحل. صاحب المحل بيتعامل مع تير كويس وبيتجاهل صاحبنا ريد، وده لانه معفن وبيفصل ومش بيدفع فلوس البضاعه كامله. بتلاقي تير السرير المناسب واشتريته وطلبت من صاحب المحل يوصله على طول، وبيمشوا هما الاثنين من المكان. وفي الطريق بيفكر بطلنا في حاجه، وهي ان الامبراطور
بيمنح القدرات للشخص بدون تمييز. يعني ببساطه ممكن تلاقي شخص فقير وعنده قوه قائد جيش، وشخص نبيل وغني وعنده مهاره السرقه، بس كل ده مش مهم علشان اهم حاجه هو تحسين وتطوير المهارات، والتحسين بيكون عن طريق قتل الشخص للشخص التاني عنده مهاره. ايوه زي ما بقول لك كده، لازم الانسان يقتل انسان تاني علشان يحسن من مهاراته، وده اللي بيضايق بطلنا جدا. الاتنين بيكملوا في طريقهم وفجاه بنشوف تانتا بيتخانق مع واد، والواد نازل في طحن ومش رحمه نهائي. ريد بيوقفه بس الواد بيقوم وبيحاول يهجم على ريد، وطبعا الهجمه مش بتاثر في بطلنا وبيصدها بسهوله، لكن الواد ضربته كانت شديده. وبعدها ريد بيساعد تانتا واللي بيقول له ان هو مش غلطان علشان هو كان بيلعب مع صاحبته لحد ما الواد ده شافهم وقال لهم يبعدوا عن طريقه ونزل فيهم ضرب. وبالمناسبه الواد ده اسمه ادمي، اللي بتقول ان ادمي ما كانش عنيف كده دايما، فريد بيعرفها انه عشان اكتشف هبته ومهارته الجديده واللي هي المشاكسه، والمهاره دي بتخلي صاحبها عنيف جدا وبتخليه يهاجم اي حد باي حاجه. اللي بتزعل جدا وبتقول ان هي مش عاوزه المهاره بتاعتها لو هتخليها زي ادمي، وبنعرف ان عندها مهاره مستخدم الاسلحه، ودي مهاره بتخليها قويه جدا في استعمال الاسلحه، بس هي لسه مش متقبله الموضوع. فريد بيخفف عنها وبيقول لها كلام محفز، والبت بتتحمس جدا وبتنسى الزعل، وبيقول لها تبقى تيجي عندهم المحل ونلعب مع بعض. البت بتفرح جدا وبتشكره، وبعدها بيمشوا من المكان وبيروحوا ياخدوا تصريحات الادويه اللي في المحل. ريد بيقول لتير ان هو مش هيتساهل معاها لو قررت انها تستقيل بعد ما غير اسم المحل ويخليها عطاره ريد وتير. البت بتضحك وبتقول له يعني انت مش عاوز نمشي وعايز نفضل جنبك؟ الواد وشه بيحمر وهي كمان وشها بيحمر، وشكل في مشاعر متبادله يا صديقي. المهم بيكملوا هما الاثنين في طريقهم وبيوصلوا عند المكان اللي هياخدوا فيه الموافقه على الدواء الجديد، بس للاسف الراجل بيرفض وبيطردهم. فساعتها بيقرروا يروحوا عند شخص صاحب سلطه اعلى. فعلا بيروحوا عنده بيعرفوه اللي حصل، فبيعتذر منهم الراجل لان الراجل اللي طردهم ده من شهر وافق على دواء، والدواء تم استعماله كمخدر، ودلوقتي كل الناس بتلوم الراجل. وبيكمل كلامه وبيقول لهم بس ما دام الموضوع جاي من جهه تير فهو ما عندوش اي مشكله، وفعلا بيوافق على الدواء بتاعهم. الاثنين بيروحوا البيت وبيتناقشوا في اللي لازم يتعمل بعد كده، وفجاه بتيجي فكره لتير وهي ان هم يخلطوا الدواء بالاكل، وده لان الاكل بتاع ريد طعمه حلو جدا، وبالفعل بتعجب ريد الفكره وبيدخل المختبر. بيقول ان في دواء للبرد والشفاء من الالام، بس مشكلته الوحيده ان طعمه مر جدا. فبطلنا بيخلط الدواء مع المربى وبيعمل بسكوت، وفي نفس الوقت بيكون دواء. بيجي وقت التذوق، واول لما بيدوقوه بيعجبهم جدا، وبيقرروا ان هم يوزعوه فعلا، وتاني يوم بيعملوا عينات مجانيه. اهل القريه بيدوقوه بيعجبهم طعمه، وبعد كده المحل بيتملي بالناس، وده لان في كتير من الاطفال عيانين بس رافضين ياخدوا الدواء علشان طعمه وحش. ولكن بعد الموضوع ده كل الاطفال بقوا عايزين دواء. وفي اخر اليوم ريد وتير بيكونوا باعوا كل البسكوت اللي عندهم، وفجاه ريد بيشيل تير وبيشكرها على كل حاجه وبيقول لها ان كل ده بسببها. البت بتتحرق جدا ووشها بيحمر وهو مستمر في شكرها. على الجانب الاخر بنشوف ايريس واللي كان بيتخانق مع احد اعضاء الفريق واللي اسمه دان، ودان بيتعصب جدا وبيقول لايريس ان طرد ريد من الفريق كان غلطه كبيره، وده لانهم ما قدروش قيمته، وهو فعلا كان بينقذهم في اي موقف رغم مهاراته الضعيفه. كان عنده سرعه بديهه وبيقول له ان هم حاليا بقالهم كذا يوم في الصحراء ومش لاقيين السلاح بتاع الملك الشيطاني، وبعد كل البحث ده في الاخر هيرجعوا علشان المؤن. بيقول لايريس لو ريد كان مكانك كان ساعدنا وكان هيبقى اذكى منك، وبيقول له كمان ان هو يروح يدور عليه. وفجاه بتخرج روتي وتدي الاذن لدان انه يروح يدور على اخوها، ولكن دان بيكون قلقان ان ايريس يقتل ريد، ولكن البنت دي بتقول ان اكيد ايريس مش هيقدر يقتل حد بمهاره ريد، وهما الاثنين بيقعدوا يمدحوا في ريد شويه واليوم بيخلص. وتاني يوم بطلنا ريد بيكون شغال في المحل والدنيا معاه اخر حلاوه، وفجاه بيجي شويه ناس وبيشوفوا تير في المكان، فبيسالوا ريد عن السبب اللي مخلي تير هنا، فبيعرفهم ان هي بقت شغاله معاه خلاص. وفي بنت كانت واقفه وبتزعل لانها شافت قدوتها تير سابت شغلانه المغامرين وبقت شغاله في محل عادي. كلهم بيمشوا من المكان، وبعدها تير بتقول ان هي نفسها تشرب عصير بالعسل، فريد بيعرفها ان ما عندوش. ففي اللحظه دي البنت بتسيب المكان وبتقرر تروح تجيب العصير وتيجي. في الوقت ده بطلنا بيكمل صناعه في الادويه، ولكن البرت بيظهر فجاه وبيقول له انت اللي قتلت الدب مش كده؟ ريد بينكر الموضوع، بس البرت بيختبره وبيحاول يضربه بالسيف علشان يشوف مهاراته، ولكن بطلنا مش بدي اي ردة فعل. البرت بيتاكد ان هو ضعيف، ولكن بتيجي تير وبتتدخل في الوقت ده وبتمسك الولد تفشخه حرفيا. وقبل ما تير تقتله بطلنا بيوقفها في اخر لحظه وبيقول لها ان البرت كان بيختبره مش اكتر، والبت بتطلب من البرت انه يمشي وهي بتكون متعصبه جدا. بعدها بتقول لريد يخاف على نفسه اكتر من كده، والواد بيتاسف منها وبيتصالحوا هما الاثنين. بيجي الليل وبيقعدوا ياكلوا وبيتفقوا ان هما الاثنين هيروحوا محل الساونا بكره، وبالفعل تاني يوم بيروحوا وبيستمتعوا جدا، ولكن جونز ما بيكونش قادر يستحمل وبيغمى عليه من الحر. وبعد ما بيخلصوا الراجل بيعرفهم ان هو يقفل المكان علشان ما فيش زباين بتجيله، وده طبعا علشان في ساونا فتحها مجموعه من النبلاء وكل الناس بقت بتروح لهناك. كلهم بيتعصبوا وبيقولوا ان هم بيحبوا المكان ده ومش هيخلوه يتقفل، والراجل بيشكرهم على دعمهم، وبعد كده بيمشوا من المكان كلهم. بيفكروا في حل الموضوع الراجل ده لانهم بيحبوا المكان جدا، بس للاسف المنافسين بيكون عندهم مميزات كتير لحد ما بطلنا بتجيله فكره، والفكره هي انه يستعمل الاعشاب في البخار، وده لان في بعض الاعشاب لما بتسخن بتتحول لمسحوق طبي وبتطير في الجو. بطلنا بتجيله الفكره من مجموعه من الالف لان لما بيتعبوا بيستعملوا الطريقه دي،
وفعلا بيروحوا عند صاحب الساونا وبيشرحوا له كل حاجه. الراجل بيعجبه الحوار وبيجري اول لما بيشوف البخار بيعجبه جدا، بيشكرهم لانهم رجعوا الحياه للمكان تاني، وبيعرف ريد انه هيشتري منه الاعشاب دي كل فتره والتانيه. بعد كده بنشوف ريد وتيرو وهم شغالين في الصيدليه، وساعتها بتظهر رئيسه النقابه والمغامرين وبيكون معاهم واحد اسمه جلاتين. جلاتين ده بيسال ريد اذا كانت فعلا تير عايشه معاه، فبيرد ريد عليه وبيقول له ايوه موجوده. فبيطلب جلاتين منه ان هو يقابلها، فبيقول له ريد ان هي مشغوله في الصيدليه دلوقتي ولو حابين تستنوها مفيش اي مشكله. بيتضايق جلاتين جدا لكنه بيقول له مفيش مشكله هنستنى، وبيستغرب ريد ان جلاتين يعرف اسمه رغم ان هو مغامر من الدرجه دي. فبيقول له جلاتين ان مفيش حد مر على النقابه دي هو ما يعرفوش. هو بعد كده بيروح ريد يكلم تيرو بيقول لها على اللي حصل وبيفهمها ان شكل النقابه كده عايزه ترجعها للمغامره تاني، فبتقول له ان هي هتروح تقابلهم لكن مش هتقبل ترجع للنقابه مره تانيه. وبعد كده بيظهر واحد من نقابه اللصوص وبيتكلم مع ريد وبيحاول يساومه علشان يسيب تير، بيديله عمله قيمتها 10000 بيرل وبيقول له الفلوس دي هتقدر تعيش بيها حياتك كلها في نعيم. بيرفض ريد وبيقول له لو عرضت عليا كنوز الدنيا كلها انا مش هتخلى عن تير، وكمان بيقول له ان هو فاهم مدى اهميه تير عند النقابه بس برضه مش هيتخلى عنها. فالواد بيقول له طب انا هسيبك براحتك بس لو غيرت رايك في اي وقت انا هكون في انتظارك. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف تير مع رؤساء النقابه اللي بيعرضوا عليها فلوس ومناصب كتير جدا علشان ترجع لهم، ولكنها بترفض بشده وبتقول لهم ان هي مضت عقد مع ريد والعقد ده لمده مدى الحياه. ولما بترجع الصيدليه بيفرح ريد جدا لانها مكمله معاه مش هتسيبه، فبيديها هديه وبيقول لها اعتبري دي اول مرتب ليكي من الصيدليه. بتفرح تير جدا لانها بتتاكد ان ريد بيحبها. وفي نفس الوقت بنشوف مقر نقابه اللصوص، بيكون رئيس النقابه بيتكلم مع واحد اسمه ديرو بيعرفه ان نقابه المغامرين بتحاول ترجع تير مره تانية، وبيقول له ان النقابه بتاعتنا بتحاول تاخدها علشان هي قويه ووجودها في اي نقابه هيفيد النقابه جدا. علشان كده بيطلب من دير انه يحاول على قد ما يقدر انه يجيب تير للنقابه. وساعتها بيقول له دير طب انا هستفيد ايه من كل ده؟ فبيقول له رئيس النقابه انا هسهل لك نقل البضائع بتاعتك وكمان هديك فلوس. فبيوافق ريد على العرض ده وبيبتسم. بنرجع تاني لتير اللي بتكون مبسوطه وفرحانه ان هي بقت جنب ريد ومش هتسيبه ابدا، وبتفتكر جزء من الماضي بتاعها لما كانوا متحصرين من جيش سيد الشياطين. ساعتها بيتقال ان قائد الجيش بتاعهم اتقتل، وده اللي خلى مملكه لوجار في حاله فوضى. علشان كده راحوا المدينه مجاوره ليهم اسمها سانلاند يطلبوا المساعده. بنعرف ان هم قدروا يتسللوا من ورا جيش سيد الشياطين وبيمشوا عن طريق الغابه المسحوره، وده لان جيش سيد الشياطين مستحيل يفكر ان في بشر ممكن يعدي من الغابه دي. ولما وصلوا للغابه دي ظهرت لهم بنت اسمها يارا وحضنت ريد، وده اللي خلى تير تغير عليه جدا. بس بتكون يارا دي هي المرشده بتاعتهم في الغابه، واثناء ما هم ماشيين بتروح يارا تتكلم مع تير وبتفهمها ان ريد بالنسبه لها مجرد صديق وبتثق فيه مش بتحبه يعني. ساعتها بتفرح تير جدا وبيكملوا في طريقهم، بس في لحظه بتحس يارا ان في حركه مش طبيعيه في المكان، وفعلا بنلاقي ان في عدد من جيش سيد الشياطين بيستكشف الغابه. وهنا بيعمل ريد خطه علشان يقدروا يهربوا من المستكشفين دول ويوصلوا للمدينه بسلام. وفعلا بنشوف تير وروتي هما بيهاجموا المستكشفين، لكن الغريب ان روتي بتهاجم المستكشفين لوحدها وبتضرب كل واحد فيهم لحد ما بتخلص المعركه وهي واقفه قدام كومه من الجثث. هنا بتنبهر تير بيها جدا وبتقول هي دي فعلا البطله الحقيقيه. ساعتها بيوصل ريد وباقي الفريق وبيكونوا خلصوا على كل رجال صيد الشياطين، وبنعرف ان الخطه بتاعت ريد انه يعمل طريق امن لتير علشان توصل للمدينه بتاعت سانلاند. خلاص جه وقت الوداع وتير بتكون متاثره جدا لانها هتسيبهم، وبتكون دي نهايه كلامها عن الماضي. بنرجع بقى للوقت الحاضر وهي في الصيدليه مع ريد وبيقول لها الكلام خدنا ونسينا نودي الطلبات للزباين. فبتروح تير علشان توصل الطلبات، ولكن في طريقها بتقابل دير اللي بيقول لها انا عايز اتكلم معاكي، لكن بتكون مش مهتمه بيه وبتقول له ان هي مشغوله دلوقتي. ساعتها بيقول لها انه عارف الحقيقه وان هي اميره لوجار، وبيهددها انها لو ما رجعتش للنقابه هيروح يقول في المملكه ان هي عايشه مع ريد ويعرفهم مكانها. هو بيغريها وبيقول لها لو رجعت النقابه هتبقى مشهوره وهيبقى معاكي فلوس كتير. بس تير ما بتكونش مهتمه خالص وبتقول له ان هي مش عايزه ولا شهره ولا فلوس، المهم ان هي تعيش حياه بسيطه مع ريد. بيتجنن دير جدا انها برغم قوتها دي ومصممه تعيش حياه الفقراء مع عيل تافه زي ريد، ولكن تير بنت المجنونه مش بتهتم بكلامه وبتسيبه وبتمشي. هو في مكان اخر بنشوف روتي وهي قاعده زعلانه على ريد وبتفتكر اليوم اللي ايريس عرفها فيه ان ريد ساب الفريق. الغريب بقى ان ايريس ابن الخبيثه ده ما قالهاش ان ريد اتقتل، ده قال لها ان ريد انضم لسيد الشياطين. ساعتها روتي بتتعصب وبتضربه لدرجه ان هي كانت هتقتله بس بتستخدم سحرها وبترجع تشفيه مره تانية. بنشوفها وهي قاعده متضايقه وبتقول انا صحيح البطله لكن ريد ساب فجوه كبيره في حياتي انا مش عارفه املاها. وتاني يوم بنشوف ريد وقاعد بيتكلم مع الدكتور نيومان، ووقتها بيسمع صوت غريب بس بيكتشف ان في واحد وقع على الارض مغمى عليه. بيحاولوا ينقذوه. ساعتها بيقدم له ريد ترياق معمول من اعشاب اسمها نجم البحر، ولما بيشرب الترياق بياخدوه على العياده وبتكون حالته بدات تتحسن مع الوقت. ساعتها بيقول له الدكتور لريد ان في مخدر منتشر في المدينه وان الراجل ده تعاطى كميه زياده من المخدر علشان كده كان هيموت. فبيقترح الدكتور على ريد انه يحتفظ بكميه كبيره من ترياق اعشاب نجم البحر علشان غالبا هتحصل حالات زي دي كتير الفتره اللي جايه. بيروح ريد في الوقت ده يتكلم مع تيرو وبيسالها اذا كانت فاكره المخدر اللي سمعوا عنه وقت ما كانوا رايحين ياخدوا الموافقه بتاعه الدواء، فبتقول له ايوه فاكراه ماله. بيقول لها ان النهارده كان في واحد هيموت بسبب المخدر ده علشان كده لازم ننتج كميه كبيره من الترياق علشان هنبيعه بكميه كبيره قريب. ساعتها بتساله تير مين اللي بيوزع المخدر ده على الناس، فبيقول لها احنا ملناش دعوه احنا صيدليه مهمتنا نقدم العلاج وخلاص. بيقترح ريد عليها ان هم يخرجوا شويه فبتفرح وبتستعد علشان تخرج معاه. وعلى الجانب الاخر بنلاقي روتي مع الفريق وبيكونوا رايحين مكان يعتبر انقاض عصر السيد الشياطين. هناك
هناك بيلاقوا السيف الاسطوري اللي هم كانوا بيدوروا عليه، بس في الوقت ده بنشوف تيسي وهي رايحه تجيب ميه للفريق. وقتها بتظهر لها روتي قدامها، فبتقول لها تيسي انا دايما بشوفك في خيمتك صاحيه ومش بتنامي. فبتقول لها روتي ان هي البطله وانها مش محتاج تنام زي البشر العاديين ولا حتى تاكل زيهم. هو من موقعي ده بقول البت دي وراها حاجه. المهم بنرجع تاني الرد اللي بيكون بيتكلم مع تيرو، بيتفقوا هيعملوا كميه قد ايه من الطريق، بس في اللحظه دي بيقتحم واحد المكان وبيكون غرقان في دمه. بيطلب المساعده من ريد وبيقع على الارض قدامهم، وساعتها ريد بيروح يساعده، لكن بيطلب من تيري ان هي تروح تشوف ايه اللي بيحصل في المدينه. لما بتوصل هناك بتلاقي واحد عمال يقتل في الناس، وبنعرف ان ده واحد من اتباع ألبر. بيكون مع عدد من الرجاله اللي بيهجموا عليها، ولكن بتقدر تضرب اول واحد منهم برجلها، والتاني بيكون اسهل بكتير، بس الصدمه ان التالت بيكون قوي جدا. بتلاحظ تيري ان الثلاثه اقوياء جدا وما بتكونش عارفه تعمل معاهم ايه، بس في الوقت ده بيتعرض الثلاثه لهجوم وبيترمى عليهم اسهم تموتهم. اللي رمى الاسهم دي بيكون ألبر نفسه، وبيعتذر لها وبيقول لها انا مش عارف ايه اللي حصل لرجالتي، لكنهم فقدوا السيطره فجاه. بعد كده بيقول لها بسخريه لسه في واحد منهم عايش، روح يخلي خطيبك يجيب له علاج ويعالجه، وبيبعتوا له الفاتوره على البيت. بتتضايق كتير جدا من كلامه المستفز وبتواجه سلاحها ناحيته، لكنها بتتمالك نفسها في الاخر وبتسيبه يمشي. بنشوفها وهي قاعده مع ريد وبتحكي له على اللي حصل، بس الغريب انها بتقول ان الجنود كانوا واخدين نفس المخدر المنتشر، واضح ان المخدر ده بيزود قوتهم. في الوقت ده بيظهر تانتا وإيل صاحبته، وبيفضلوا يتكلموا معاها لحد ما تير بتعزمهم على الغداء، وفعلا بيروحوا ياكلوا معاهم، وبتكون تير فرحانه بوجودهم. بعدها بشويه بيلاقي ريد واحده داخله الصيدليه، وبنعرف ان اسمها ريا وانها من الفريق بتاع ألبر. بتعتذر لهم عن اللي حصل من الفريق، فبتقول لها تير ما حصلش حاجه، بس بتسالها هو ألبر بيخطط لايه، فبتقول لها انه بيحاول يعوض اللي حصل في الصيف اللي فات، علشان كده بيجي له طلبات كتير من النقابه. فبيقول ريد ان ألبر بيمتلك قوه البطل، وده بتخليه قادر يتخطى كل العقبات اللي قدامه، وكمان بيقول لها انه يقدر يسطر اسمه في التاريخ لو عنده الاراده انه يعمل كده. فبتقول له ريا ان هي خايفه يسيب المدينه ويمشي في يوم من الايام، بس بيطمنها ريد وبيقول لها انه مش من النوع اللي بيستسلم بسهوله، وكمان النقابه مش هتسيبه يمشي. بعد كده بنشوف دلان وهو قاعد في حانه، وبيجي له شخص وبيساله اذا كان بيدور على ريد، فبيستخدم دلان قوته علشان يخوف الشخص ده، بس بيكتشف ان الشخص ده قوي جدا. ساعتها بيعرفه بنفسه وبيقول ان هو اسمه بيوري، وبيعرفه ان هو كمان بيدور على ريد، وبيعرض عليه ان هم يدوروا على ريد مع بعض. في الوقت ده بنشوف ريد وهو بيقدم كوبايه حليب بالعسل لتير، وبيعجبها جدا وبتقول له ان هي ما دقتش حاجه بالجمال ده قبل كده. ساعتها بيفتكر ريد اخت روتي وانها كانت بتحب الحليب بالعسل، وكمان بيفتكر زمان لما كانوا قاعدين مع بعض، وبيسالها اذا كانت خايفه من صوت الرياح ولا لا. بتقول له ان هي ما بتخافش من حاجه. ووقت ما كان ريد بيفتكر ذكرياتهم مع بعض وانهم كانوا مبسوطين مع بعض جدا، بيخبط حد على الباب ويقطع رحله الذكريات دي. بيتصدم ريد لما بيلاقي الدكتور شايل ال وهي على كتفه غرقانه في دمها، فبيدخلوها البيت وبيعالجوها. ولما بتفوق بتصرخ وبتقول ان ادمي هجم على البيت بتاعهم وكان معاه فاس وضرب اهلها، وبتطلب من ريد انه يروح يلحق اهلها. وبالفعل بيروح ريد مع الدكتور عند بيتها، وبيلاقوا اهلها واقعين على الارض وغرقانين في دمهم هم كمان، بس بيتضح في الاخر ان هم لسه عايشين. فبيقلق ريد من اللي حصل ده، وبيقول ان ادمي يبقى ابن قائد الحراس موين، وبيكون خايف لحسن الامور تكبر اكتر من كده. وفعلا تاني يوم بنشوف سكان المدينه هم متضايقين من اللي حصل وبيهاجموا الحراس، وبيكونوا فاكرين ان هم مخبيين ادمي. في نفس الوقت بنشوف عائله إل وهم بيتعالجوا في مقر نقابه اللصوص اللي زعيمها بيكون اسمه هوك، لكن بنعرف ان إل هتفضل موجوده عند ريد لحد ما المشكله بتاعتها دي تتحل. وهناك بتطلب إل من تيري ان هي تعلمها تقاتل بالسيف، وفعلا بيروحوا يتدربوا بره البيت. لما بيخلصوا الجزء الاول من التدريب بتروح تيري تتكلم مع ريد، وبتقول ان هي خايفه ما تعرفش تدرب إل زي المعلم بتاعها ما دربها زمان، بس بيشجعها ريد وبيقول لها انها تقدر تعلمها، وفي خلال وقت قليل هتقدر إل تقاتل بالسيف بمنتهى الاتقان. بعدها بيجي جونزو ومراته بيكونوا مرعوبين، وبيقولوا لريد ان في عدد من الحراس قبضوا على ابنهم تانتا رغم ان هو ما عملش اي حاجه وكان بيلعب قدام البيت. فبيروح ريد وتيري للنقابه وبيقابلوا جلاتن رئيس النقابه، وبيطلبوا منه يحقق في اللي حصل ده. هنا بيوافق جلاتن بس بشرط، هو ان تير تساعد النقابه في الوقت اللي هي تحدده. فبتوافق تير، وبيروح جلاتن يكتب رساله لقائد الحراس موين، وبيروح ريد يسلمها له، وساعتها بيفرجوا عن تانتا. ولما بيسالوا ريد انت ليه عملت كده، فبيعرفوا موين انه امر الحراس يستجوبوه مش انهم يقبضوا عليه، وبيعتذر لهم عن اللي حصل ده. وكمان بيقول لهم ان رجالته شاكين ان في حد قتل ادمي، وان اللي دخل بيت إل ده وضرب اهلها ما كانش ادمي الحقيقي. فبتتعصب إل وبتقول ان هي متاكده ان اللي دخل بيتهم ده وضربهم هو ادمي ابنه. هنا بيتدخل تانتا وبيقول لها ان ادمي اطيب بكتير من انه يعمل حاجه شبه كده، وبيبدا يحكي لهم ان ادمي كان بيعتذر لهم لما يضربهم بالغلط، وانه كان بيحلم يبقى واحد من حراس المدينه. فبتقتنع إل بالكلام وبتهدى شويه. بعدها بيطلب قائد الجيش من ريد وتيري ان هو يتكلم معاهم على انفراد، فبيقول ريد الجونز خد العيال وروح انت، وبعدها بيقعد علشان يسمع القائد اللي بيقول لهم انا سمعت عنكم وعن اللي بتعملوه، بس بيقاطعوا ريد وبيقول له هل ادمي اخذ المخدر اللي انتشر في المدينه مؤخرا؟ فبيتعصب قائد الجيش جدا وبيقول انا علمت ابني اللي ياخد المخدر ده يبقى مجرد حساله. فبيقول له ريد ان اللي حصل ده شبه اللي حصل من كام يوم مع رجاله ألبر. فبيتصدم قائد الجيش جدا، وبيفضل ريد يشرح له عن السبب اللي بيخلي الناس تخرج عن السيطره كده. بعد شويه بيظهر شخص غريب لإل، وبيكون مش واضح مين الشخص ده ولا ناوي يعمل ايه. الغريب اكتر بقى ان ريد بيرجع للصيدليه لوحده ومش بيلاقي الراجل ده مع إل. ساعتها ريد بيفترض ان تير راحت تجيب شويه حاجات للصيدليه، وبيسال إل اذا كانت موافقه هو اللي يدربها النهارده ولا لا. فبتوافق إل، وساعتها بنلاقي
بنلاقي ريد بيهجم عليها بمقشه، والمضحك ان بيقدر يوقعها بيها. ساعتها ريد بيفضل يعرفها عن قوه سيد السلاح، ودي بتخليها صلبه ضد الخوف والارتباك، بس لما بتتعصب ما بتقدرش تتحكم في قوتها، وساعتها دفاعاتها بتتكشف. وبعد التدريب بيفضلوا يتكلموا سوا، بتساله ازاي واحد بالقدرات دي مغامر من الدرجه دي، فبيقول لها ان هو مش مهتم بالمغامرات، وكل اللي بيحبه حاليا ان هو يساعد الناس والاطفال اللي زيها. بيعرفها اكتر عن القدرات اللي موجوده في العالم، وساعتها بتقول ان في واحد جه النهارده واداها سلاح غريب، وبتقول له ان اداها السلاح ده علشان لما تخلص تدريب تقدر تستخدمه، وده هيخليها اقوى بكتير. وكمان بتعرفه ان حلم حياتها تكون بطله زي البطله روتي. على الجانب الاخر بنشوف تيرو وهي بتقتل واحد من عصابه اللصوص، وفي الوقت اللي بتكون خلاص هتقبض عليه بتلاقيه بينفجر مره واحده، فبتفهم ان هم زارعين في اللصوص دول قنابل علشان اول لما يتمسكوا ما يعترفوش باي حاجه. وفي الوقت ده بيظهر عدد من المجرمين وبيحاصروا تيرو من كل مكان. بتحاول تستخدم سلاحها لكنها ما بتقدرش، لان القنبله اللي انفجرت دي كان فيها ماده لزجه خلتها مش عارفه تستخدم السلاح، الا انها بدات تقاتلهم بقدراتها البدنيه. وفي الوقت ده بيظهر شخص من العدم وبيضرب المجرمين دول، وبنكتشف ان الشخص ده هو دالان. بعد ما بيضرب المجرمين بتساله تيري انت بتعمل ايه هنا، فبيقول لها ان ريتي بعتته علشان يدور على ريد. هنا بتساله تيري اذا كان جاي علشان يرجعه للفريق تاني، فبيقول لها ما تقلقيش انا عارف ان بقى عنده حياه هنا، ووجود الفريق ما بقاش له داعي. فبتشكره تيري وبترجع لريد، ولما بترجع مش بتحكي له اي حاجه عن اللي حصل، بس بيقول لها ريد على السيف اللي وصل النهارده لإل. فبتروح تيري تستخدم السحر بتاعها على السيف علشان تعرف اذا كان مزروع في قنبله او اي سحر مضاد ولا لا، بس بتكتشف ان السيف ده معمول عليه تعويذه تعقب. وهنا بيستغرب ريد جدا وبيقول هو ليه رئيس نقابه اللصوص عايز يتعقب خطوات إل؟ علشان كده تاني يوم بياخدهم ريد علشان يروحوا يعملوا سلاح جديد لإل، بس وهم هناك بيسمعوا صوت غريب، ولما بيخرجوا بيلاقوا في احتجاجات كبيره في المكان. بيفهم ريد ان الناس اللي هناك ان هم بيتجمعوا كل لما بتحصل جريمه، وغالبا بيكونوا فاكرين ان اللي عملها هو ادمي. في الوقت نفسه بنشوف الفريق بتاع روتي وهم بيجروا في معبد غريب كده، بس مره واحده بيظهر لهم شيطان عملاق. ساعتها بتؤمر روتي تيسي ان هي تروح تدور على السلاح، وانهم هم اللي هيقتلوا الشيطان ده. وفعلا بتبدا روتي وسيودورا يقتلوا الوحش ده، وبيقدروا يهزموه بضربه واحده، بس بعد ما بيهزموه بتوبخ روتي ايريس وبتقول انها مش هتحمله وتعرض للهجوم تاني. في الوقت ده بترجع لهم تيسي وبتقول لهم ان هي لقيت حاجه صادمه. الحاجه دي بتكون سفينه اسمها سفينه السماء، وبيركبوها ومن خلالها بيقدروا يطيروا في الجو. هو بتقول روتي ان في مكان هي نفسها تروحه ولكن مش وقته دلوقتي. بعد شويه بنشوف تيرو وهي واقفه متخفيه لحد ما بتلاقي تيرو واقف قدامها، وبيكون مفكرها ان هي إل، بس بتصدمه تيرو وبتظهر نفسها وبتقول انا عارفه ان السيف فيه تعويذه تعقب، وانها كانت متخفيه علشان تقدر تقبض عليه. فبيامر تيرو رجالته ان هم يضربوها، لكن هي بتقدر تقاتلهم بكل سهوله. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف إل وهي قاعده في الصيدليه تحت الحراسه. في الوقت ده بيخبط حد على الباب، وبيتضح ان نفس الشخص اللي جاب لها السيف قبل كده، والصدمه ان الحارس بيكون متفق معاه وبيسمح له يدخل. ساعتها بيقول لها الشخص ده انا عارف باللي تيرو عملته، وبيقول لها ان هم سابقينهم بخطوه. بعدها بياخد إل عند رئيس نقابه اللصوص اللي بيقول لها انه قتل اي حد يفكر يعارضه في قراراته سواء كان صديق ليه او عدو، وبينصحها ان هي تسمع كلامه من سكات. بيقول لها ان هو نفس الشخص اللي نشر المخدر في المدينه وسماه قلب الشيطان، وبيعرفها ان القدره بتاعته اسمها السيد التعذيب، ولكنها ما كانتش مناسبه ليه، وانه عايز يوصل لقدره سيد الشياطين. بعدها بنتفاجئ لما بنلاقي هو اللي حابس ادمي، ووقتها ادمي بيعتذر من إل عن اللي حصل لاهلها. بيعرفها ان خد المخدر علشان كان فاكر انه هيبقى اقوى، ولما خده هو كان عايز يبقى اقوى علشان يبقى حارس شجاع ويخلي ابوه يفتخر بيه. بعدها بنشوف عدد من السكان هم متجمعين قدام قصر نقابه اللصوص، فبيطلع عليهم بيج هوك وبيقول لهم انه راح يشتكي المجرم اللي هاجم عائله إل، بس مجلس المدينه ما عملش اي حاجه، علشان كده هو قرر يقبض على ادمي بنفسه، وبيخرجه للناس وهو متكتف، وبيخلي الناس كلهم ينقلبوا على القائد ويقولوا ان هو اللي كان مخبيه. بيدي إل السيف وبيطلب منها ان هي تقتله علشان تنتقم لاهلها، وبيفهمها ان اللحظه دي هتكون لحظه حاسمه في حياه كل اهل المدينه. وكمان بيحاول يغريها وبيقول لها ان ادمي عنده قدرتين، لو قتلتيه القدره بتاعتك هتتعزز وهتبقى اقوى بكتير، لكن اللي بتستخدم السيف علشان تقطع الحبل من على ادمي. وساعتها بيظهر واحد من رجاله هوك وبيطلع فاس من معاه، بيهجر عليه ادمي اول لما بيشوفه، لان القدره بتاعت المخدر بتخليه يفقد السيطره اول لما بيلاقي قدامه اي فاس. ولكن في اللحظه دي بيظهر ريد اخيرا وبيكسر الفاس ده وبياخد إل وادم وبينط من فوق القصر. بيستخدم تعويذه اسمها السقوط البطيء وبيقدر يهرب بيهم من المكان. ولما بيوصلوا المكان امن بيشربوا ريد طريق علشان يوقف قدره الشيطان بشكل مؤقت. وهناك بيظهر بيوري وبيكون واضح ان ريد يعرفه، وواضح كمان ان بيكون في اتفاق خفي ما بينهم. بعدها بيظهر ألبر ومعاه هوك ورجالته، وبيبدا ألبر يهاجم ريد، لكن بيتصدم لما بيعرف ان ريد مش مغامر من الدرجه دي وان مستواه عالي جدا. ساعتها بيتدخل هوك، ومن الواضح ان في شيطان بيتحكم فيه، وبيقول انه وقع معاه عقد علشان يخليه ملك المدينه، بس الشيطان ده ضحك عليه وبقى هو اللي عايز يبقى الملك من خلال جسمه. فبيفهم ريد ان ألبر هو كمان عمل عقد مع الشيطان، بس بيكون السبب منطقي شويه، لان ألبر عايز يوحد المدينه ويعمل جيش يقدر يحارب بيه سيد الشياطين. في الوقت ده بيتكلم ألبر وبيقول انه عايز يستخدم قدره البطل ده علشان الخير ينتصر في النهايه، وبيعرض على ريد انه ينضم ليه، لكن بطلنا ريد بيرفض وبيقول له انه عايز يكمل حياته كصيدلي ويعيش اللي باقي من حياته مع تير ومالوش دعوه بكل اللي بيحصل في العالم ده. وقتها بيظهر عدد من الحراس وبيكون واضح ان ريد هو اللي بلغهم وعمل الكمين ده لألبر، فبيهجم عليه ألبر، لكن ريد بيقدر يتفادى الضربه وبيستخدم قوته في انه يقطع له ايده. بيقول له ان البطل مش بالقوه البدنيه والسحريه
البشريه، وكمان بيقول له انه هيفضل بطل زولتان حتى لو ايده اتقطعت. بعدها بنشوف ادم واللي هما بيتكلموا مع سكان المدينه، وبيستخدم بيوري تعويذه الطيران علشان يخلي كلامهم موجه للناس كلها. بالفعل بيبداوا يتكلموا معاهم وبيعرفوهم كل اللي حصل، وبتقول لهم ايه اللي محدش ياخد المخدر ده تاني لان بيخلي الناس تتحول لشياطين. فبيتصدم الكل وبيرموا اسلحتهم وبيعدي اليوم بسلام. وبعد 5 ايام بنشوف هوك وهو في السجن وبيزوروا بيوري، بس الغريب ان بيوري بيكون عارف اسم الشيطان اللي بيتحكم فيه. وهنا بيساله هوك هو انت شي سندان؟ فبيخنقه بيوري وبيقول له كويس ان ريد بعتني مع العيال الصغيره دي قبل ما تشوفني وتتعرف عليا. وكمان بيقول له انت عارف كان هيحصل ايه لو البشر عرفوا ان المخدر مش بيتصنع من قلوب الشياطين، وبنفهم ان المخدر ده بيزود قوه البشر، وده اللي بيوري مش عايز يقوله. بعدها بيلغي الشيطان العقد مع هوك وبيغير هيئته علشان يهرب من السجن، وبيروح على زنزانه ألبر. بيقول له انه هيحقق له كل اللي هو عايزه وهيخليه يقابل البطل الروتي كمان. مش بيوافق ألبر في البدايه وبيكون مش مهتم بالبطوله، بس بيفكر الشيطان انه عنده عقد معاه وانه لازم يلتزم بيه. فبيوافق ألبر وساعتها بيوري بيبتسم بشده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ريد وتير وهم بيودعوا إلا لان اخيرا هتروح مغامرتها الاولى. بتشكرهم إلا على كل اللي عملوه معاها وبتمشي مع اصحابها. وفي نفس الوقت بنشوف روتي وهي واقفه قدام ألبر والشيطان، لكن بعدها مش بنعرف ايه اللي حصل بالظبط لألبر، وده لاننا بنشوف روتي بتطير بالسفينه بتاعتها. بيكون ايريس متضايق جدا لانها سابتهم، بس في الوقت ده بنشوف سيودورا وهي بتدخل الخيمه بتاعت روتي وبتلاقي الشيطان اللي كان مع ألبر وهو مهزوم، لكن جنبه بتلاقي شارة البطل. بتكون سيودورا مستغربه ازاي روتي سابتها في المكان ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بيوري وهو بيترقى وبيوصل للمرتبه بي. بيستغرب اوليفر واللي معاه ان هو قادر يوصل للمستوى ده في وقت قصير جدا، بس بيقولوا اكيد السبب في ده انه كان مشارك في المعركه الاخيره، وغالبا كده هيكون هو البطل الجديد للمدينه بعد رحيل ألبر. بعد كده بنروح لروتي وتيسي وبنعرف ان هم رايحين سلطان، ودلوقتي بتسالها تيسي هم رايحين هناك ليه؟ فبتقول لها روتي ان هم رايحين علشان يحرروا كيميائي من السجن، والكيميائي ده هيقدر يعمل لهم دواء معين. وبتفتكر روتي كلام الشيطان اللي اداها الدواء وقال لها ان الدواء ده هيخليك تهزمي السيد الشياطين. فاهمه ان هي لو خدت الدواء ده هتضاعف قوتها الاساسيه، بس هتكون محتاجه ان هي تهزم سحرة ومحاربين في مستوى اقل منها علشان تقدر تحافظ على قوتها. وفي السفينه بتقول روتي لتيسي اوعي تقولي لحد هناك ان انا البطل روتي، وكمان عايزك تتعاملي معايا كأن صاحبتك عادي. في الوقت نفسه بنشوف ريد وتير وهما قاعدين في الصيدليه، وبيبقى واضح على ريد ان هو زهقان لان ما فيش زباين كتير قوي الفتره دي. فبتقول له تير ان هما في الشتاء دلوقتي وما فيش حاجه موجوده في الصيدليه حاليا الناس محتاجاها، بس بتعرض عليه فكره صناعه دفايات الايد وبتقول له ان ده مشروع مربح جدا لو اتنفذ صح. بيفكر ريد شويه وبينفذ كلامها وبيروح يعرض الدفايه دي على جونز، وبيقول له ان الدفايه دي بتسخن الايد في عز البرد ومفعولها بيدوم لاكتر من 15 ساعه. بيفضل طول اليوم يبيع في المنتج ده لحد ما بالليل بيقابل تير وبيتمشوا مع بعض. تاني يوم بنشوف سفينه روتي نزلت على غابه قريبه من مدينه سلطان، وبنلاقيهم غيروا هدومهم علشان ما حدش يتعرف عليهم. ولما بيوصلوا للجسر بتاع المدينه بيوقفهم حارس وبيقول لريت انت لازم تدفعي 100 بر لو عايزه تعدي. فبتستفز روتي وما بترضاش تدفع له، علشان كده بيبدا يهاجمها لكنها بتمسك سلاحها بايده وبتطيره بعيد وبيقع في الميه. بتدخل المدينه عادي، وبعد فتره بتروح تيسي تقعد في حانه، بس الصدمه اننا بنلاقي ريد قاعد جنبها. الاتنين بيبصوا لبعض وبيكونوا شاكين في بعض، بس تيسي بتحس ان ريد كشف امر الاسلحه اللي هي مخبياها، علشان كده لما بتروح البيت اللي هم ساكنين فيه في المدينه بتقول روتي على اللي حصل، وبتقول لها غالبا الواد اللي قابلته ده هو اقوى مغامر في المدينه. بس بترد على روتي وبتقول لها انا سمعت ان اقوى حد في المدينه دي شخص اسمه بيوري. وبعدها بيتغير الموضوع وبتقول ان هم لازم يلاقوا خطه يحرروا بها الكيميائي اللي مسجون ده. وتاني يوم بنلاقي ان في تنين صغير ظهر لريد وبيقول ان هو محتاج مساعدته. وفي نفس الوقت بنلاقي روتي وهي بتفكر في ريد وبتتخيل ان هي بقت معاه، وبتقول ان هي لازم تقابله في يوم من الايام. بعدها بنشوف ريد وتير وهم رايحين مع التنين، وهناك بيقابلوا حوريه غريبه وبيبدا ريد يعالجها برغم ان تير بتكون غيرانه منها. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف روتي وهي بتقتحم السجن علشان تحرر الكيميائي، وبنكتشف ان الراجل اللي ظهر قبل كده وحاطط عاوزه تعاقب في السيف بتاع بنعرف ان اسمه رين. فبتقول له ريت انت هتصنع ليا قدره الشيطان، وبتبص له بنظره مخيفه بتخليه يقول لها هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بتاخده وبتسجنه في مكان بعيد. وتاني يوم بنشوف تيسي وهي بتسال هنعمل ايه دلوقتي. فبتقول لها روتي ان احنا لازم نشفي جروح وين الاول، وكمان بتقول لها ان هي ممكن تشفي بقدراتها لكن مش عايزاه يعرف ان هي البطله. بتسال تيسي عن مكان صيدليه قريبه من هنا، وبالظبط زي ما جه في دماغك بتودي الصيدليه بتاعت ريد، وهناك اخيرا بيتقابل الاخت واخوها بعد غياب طويل. بتجري عليه وبتحضنه بقوه، وبيكون ريد لسه مصدوم وبيقول لنفسه ازاي البطل روتي المعروفه بقوتها وجبروتها عندها مشاعر زي دي. فبيمشي جونز من الصيدليه وبتقول له تيسي ان هي الفرد الجديد في الفريق. فبيقول لها ريد يعني انت اللي جابوكي بدالي. بعدها بتسال روتي هو انت عايش مع حد هنا، وهنا بيظهر القلق على ملامحه، بس بيقول لها ان هو عايش مع تيرا اميره لوجار. بعد كده بتعرفه ان ايريس قال لها انه هرب من الفريق، وساعتها بيتضايق ريد جدا وبيفهم ان ايريس ما وقفش بوحده ليه، بس بتقول له روتي ان هي مش ممانعه انه يرجع تاني، وبتقول له ان هي ممكن تطرد ايريس من الفريق، وده لانه اتضح انه ضعيف جدا وما قدرش يتحمل العيب اللي انت كنت شايله. كمان بتعرفه ان يارا سابت الفريق علشان افتكرت ان هو اتقتل، وبعدها بتساله اذا كان هيرجع معاه الفريق ولا لا. فبيقول لها اسف انا اتعودت على جو المدينه وبقى في اسباب كتير تمنع ان ارجع معاكي تاني. فبتقول له تمام قوي انا هسيب الفريق وهاجي اعيش معاك في المدينه. بيتصدم رد من طريقتها، وفي الوقت ده بتدخل تير الصيدليه وبتتصدم لما بتشوفها. المهم يعني بعد الصدمه دي بيقعدوا مع بعض وبيسالها
ريد هو انت ايه اللي جابك؟ فبتقول له انا جاي علشان حاجتين، الحاجه الاولى ان اشوفك واطمن عليك، والحاجه الثانيه ان الاقي شخص يساعدني في صنع حاجه تخليني ازم سيد الشياطين. بعد شويه بتسال تير ريد وبتقول له هتروح معاها، فبيقول لها لا انا مش هسيب الصيدليه ابدا. هنا بتقرر روتي انها تمشي وبتشكر اخوها على الشاي، ولما بتمشي بتقع على الارض في الطريق وبيكون واضح عليها التاثير الشديد. بتقول ان ما كانش لازم اقول له ان انا هاجي اعيش معاه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف تير والزعل واضح عليها وبتقول لريد انت لازم كنت تروح مع اختك وتساعدها لانها محتاجه لك. فبيقول لها ريد انا متضايق ان في بنت عندها 17 سنه يكون واجب عليها انها تتحمل مسؤوليه زي دي، وانها لازم تنقذ العالم من شر اكبر منها بكتير. بعد كده بنشوف تسا عند وين اللي بيسالها هنمشي امتى من هنا، فبتقول ان هم هيقعدوا في المدينه شويه. بيزعق فيها وبيقول لها انه لو اتمسك تاني هيتعدم، وساعتها تسا بتروح تتكلم مع روتي وبتقول لها ان وين محتاج معمل يشتغل فيه. فبتقول لها روتي ان في مكان اسمه اطلال الالف فتروح تدور فيه، ولو عدى اسبوع ما قدرتش تلاقي مكان هتستسلم. في الوقت نفسه بنشوف بيوري وهو بيدور في الخريطه على منطقه الالف دي، وبيقول المكان ده بيحتوي على قوه سحريه كبيره وممكن يكون موجود تحت الارض او حتى في قاع المحيط. بنشوف بعدها روتي وهي واقفه في الصيدليه بتاعت اخوها وبتبيع للزباين، لكن كلهم بيكونوا خايفين منها وبيجروا. فبيجي ريد وبيعرض عليها انه ياخدها في جوله في المدينه ويعرفها على الناس. بتكون روتي فرحانه جدا ومش مصدقه ان هي رجعت تاني لاخوها، وبتتمنى ان اليوم ده يفضل مستمر للابد. على الجانب الاخر بنشوف ألبر وهو بيتكلم مع سيدورا اللي بتساله مين اللي قطع لك ايدك كده، فبيقول لها ان ده شخص مجنون عنده قدرات قويه ولكنه مش عايز يكون بطل. فبتقول له ان كل واحد يختار حياته هتمشي ازاي حتى لو كان الشخص ده اقوى شخص في العالم. في الوقت ده بنشوف روتي وهي بتتكلم مع تيرو وبتحكي لها على كل حاجه حصلت في الماضي، وانها كانت طفله صغيره وساعتها ظهر لها دب براس بومه وكان هيقتلها، بس جه بطلنا ريد وقسم الدب ده نصين وفضل يعيط علشان اتاخر عليها. بتقول لها ان هي لسه فاكره كل حاجه حصلت معاها في الماضي ولحد دلوقتي لسه بتتاثر بيها. بتقول لها تير ان هي كانت بتغير منها لما بتشوفها قريبه من اخوها، وكمان بتحسدها بسبب ان عندها مشاعر وبتقدر تعبر عنها بسهوله. بتفضل روت تعيط لاول مره في حياتها وبتقول ان هي نفسها تعيش حياه طبيعيه. بعدها بنشوف صحابنا وهم قاعدين بيشربوا الشاي، وهنا ريد بيشكر تير على اللي عملته مع اخته وانهم بقوا اصحاب اخيرا. بتدخل تسع عليهم وبتقول لهم ان روت شربت مخدر قدره الشيطان، وبتقول لهم ان هي عايزه تروح اطلال الالف القديمه. هنا بيبتدي ريد يقلق وبيعرفهم ان قدره الشيطان دي ممكن تاثر على قدره البطل، وساعتها روتي هتخرج عن السيطره وتتحول لوحش محدش عارف يبقى عامل ازاي. بتقول لهم تس انها عايزه تروح المينا علشان تشتري ادوات كيميائيه هتحتاجها لدوين. وفي الوقت نفسه بنشوف ألبر مع سيودورا وإيريس في ميناء المدينه. ساعتها بيوري بيظهر وبيشوف إيريس، وفي الوقت نفسه بيكون ريد وصل هناك وبيلاقي اللي هم محتاجينه. بيلاقي حد بينادي عليه وبيطلع اللي بينده عليه ده هو دلان اللي بيحضنه بقوه، بيقول له عاش من شافك يا صاحبي. في اللحظه دي بتكون سيودورا واقفه مع ألبر وبيستخدموا تعويذه التخفي علشان محدش منهم يشوفهم. بيروح دلان يقعد مع ريد وبيقول له هو انت سبت الفريق ليه؟ فبيقول له ريد انا سبت الفريق علشان ما بقتش مهتم بالقتال، وانا دلوقتي عايش الحياه اللي انا بحبها. بعدها بيعرفوا ان ريتي موجوده في المدينه، فبيقول له دلان يلا نروح نقابلها. وهنا بيساله ريد ايه اللي حصل لايدك؟ فبيقول له احكي لك واحنا في الطريق. والغريب ان في نفس الوقت بيظهر دلان لإيريس وبتكون ايده سليمه عادي، وبنفهم كده ان في 2 دلان وما نعرفش اصلا اللي مع ريد ده يطلع مين. بيساله إيريس انت بتعمل ايه هنا؟ فبيرد عليه بيقول له انه جاي يدور على ريد، وبيتصدم إيريس لما بيعرف ان ريد عايش هنا وفتح صيدليه. فبيقول إيريس ان انا لازم اروح اقابله علشان اقول له يبعد عن روتي للابد. فبيروح للصيدليه بيقعد يكسر في الادويه ويخرب البيت بالكامل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ريد مع دلان ابو ايد مقطوعه، واللي بيعرفوا ان شيساندان حي وهو اللي قطع له ايده. بيقول له ان شيساندان واخد هيئه مغامر ومتنكر بيها، وبنفهم ان الراجل اللي معاه إيريس ده يبقى النسخه المزيفه. فعلا بعد شويه بيلاقوا إيريس راكب على ظهر تنين ووراه شيساندان، فبيجري ريد ودلان الحقيقي وفي طريقهم بيقابلوا تير وتيسي وبيعرفوه باللي حصل. وهنا بتعتذر له تير وبتقول له ان هي قابلت دلان قبل كده وخبت عليه، بس بعدها بيطلب ريد منها ان هي ترجع للقتال تاني، وبيقول لها ان هو كمان هيروح يقاتل تاني، وكل ده علشان يهزموا عدوهم القديم شيساندان. فبتوافق تير وبتقول له سبقنا انت على اطلال الالف وهنتقابل هناك. لما بيوصل ريد هناك بيلاحظ وجود دوين وبيكون فاكر انه من الاعداء، بس بيفتكر الكيمياء اللي اتكلمت عنه روتي. فبيأمره ريد انه ينده على روتي، بس بيرفض دوين انه يسمع كلامه. وساعتها ريد بيمسكه من دراعه وبيتنيه علشان يصرخ بصوت عالي. هنا بتقتحم روتي المكان بسيفها وبتفتكر ان في عدو حاول يقتل دوين، بس بيتكلم ريد معاه وبيقول لها انا عارف ان انت بتحاولي تستغني عن قدره البطل، وبيقول لها ان هو ما عندوش اي مشكله وهي تخلت عن القدره وبقت شخص عادي، وانه بيحبها لانها اخته بس. فبتحضنه روتي وبتشكرها على كلامه. وفي الوقت ده بتوصل تير وتيسي المكان وبتحكي لهم روتي ان في قدره جديده وفريده من نوعها جواها. ساعتها بيتدخل وين وبيقول لهم ان القدره الجديده دي هتقدر تتحكم بيها في قدره الشيطان اللي شربت المخدر بتاعها. بعد كده بتظهر كائنات غريبه على شكل عيون ضخمه في المكان، وبنعرف ان دي تعويذه اسمها عيون الطاعون. بس بنعرف برضو ان هم لو حاربوا العيون دي الشخص اللي رمى التعويذه هيعرف مكانهم. فبتقرر روتي انها تحاربهم بسحرها اللي بيكون عباره عن كتله ضخمه من البرق، وبعدها بتروح تقاتل الباقي. بيجي ريد وراها وهناك بيتصدموا لما
بيلاقوا ايريس واقف مستنيهم وبيقول لروتي ان هي لازم تبقى معاه وان هم هيحاربوا سيد الشياطين مع بعض. كمان بيقول لها ان هم مش هيبقوا محتاجين حد تاني معاهم، وبيبقى واضح قوي ان ايريس عايز يقاتل مع روتي لانه بيحبها وعايز يثبت نفسه ليها. ولما بتقول له ان هي مش عايزه تقاتل تاني ومش عايزه تبقى بطله ولا حاجه بيحاول يقنعها بالبطوله. ولما بيتدخل ريد علشان يمنعه بيهجم ايريس عليه زي المجنون وبيخبطه في الحيطه وبيوقعه على الارض. ساعتها بتروح روتي تضربه بالسيف وبتقول له ان لو كان اخوها حصل له حاجه كانت خلصت عليه. في الوقت ده بنشوف شي سندان وهو بيتحول من دلان لبيوري، وبعد ما بيمشوا بيروح يعالج ايريس. بيعرفوا ان في حاجه في المكان ده اسمها بقايا البطل الاول، ولو قدر ايريس يوصل للبقايا دي هيقدر يقنع البطل روتي انها تبقى معاه. فعلا بعد كده بنشوف الاثنين وهم ماشيين جوه المكان، ووقتها بيقول ايريس لنفسه ان روتي تألقت في العالم ده وهو الشخص الوحيد اللي كان بيشوفها بطله. بعد شويه بيوصلوا لاخر الطريق وبيقول بيوري ان بقايا البطل الاول موجوده هنا، فبيدخل ايريس بكل حماس وبيقول لروتي انها تبقى ملكه مره ثانيه. في الوقت ده بيرجع ريد وروتي مره ثانيه وبيقابلوا تير وبيعرفوها اللي حصل، وبتتصدم لما بتعرف ان ايريس كان معاهم في المكان ده. فبتقول لهم اكيد ايريس اللي استخدم عيون الطاعون دي، وهنا بتتدخل تيسي وبتقول لهم ان ايريس وصل لمستوى السحر الاسود وغالبا حد معاه هو اللي وصله للمرحله دي. فبتقول ريتا ان ده اكيد شي سندان، لكن بتقول روتي ان هم لازم يعرفوا هم كانوا هنا ليه ويعرفوا هم رايحين فين بعد كده. فبيقول لها ريد ان مفيش وقت للكلام ده، احنا لازم نمشي دلوقتي حالا. وفي الوقت ده بنشوف دلان وهو بيقتحم المكان على ايريس، بياخد السيف اللي موجود في الاوضه وبيرميه على شي سندان لكن بيتصدى ليه، وبعدها بيبدا قتال قوي ما بينهم. دلان بيكون هيخلص عليه لكن ايريس بيتدخل وبيساعده، وبيفضل دلان مكمل القتال لحد ما للاسف بيتحول شي سندان نهايته الحقيقيه وبيقدر يقتل دلان. ساعتها بيقول ايريس لنفسه ان دي مش المره الاولى اللي خون فيها صديق، وبعدها بيدخلوا اوضه جديده وبيفتحوا صندوق مليان سيوف، وبيتفاجئ ايريس وبيقول ان دي سيوف قاتل الشياطين. فبيقول له شي سندان لا دي سيوف مقلده من السيوف اللي استخدمها البطل الاول، وبيفهمه ان لو عايز يرجع روتي تبقى بطله تاني محتاج يعمل حاجتين. اول حاجه انه يديها سيف من السيوف دي، وتاني حاجه انه يقتل السبب اللي مخليها عايزه تبقى روتي مش البطله روتي. فبيفهم ايريس قصده ايه وانه عايز يقتل ريد. بعدها بشويه بتوصل مجموعه ريد للمكان وبتديله روتي السيف ساندر ويكر، بس الصدمه اننا بنشوف شي سندان وهو بيظهر على هيئه قائد ريتا اللي مات في الحرب زمان. فبتروح تير تضربه بسيفها، وفي الوقت ده بيظهر ايريس وبيكون عايز يرمي تعويذه قاتله على ريد، ولكن في اللحظه الاخيره بتقدر روتي تنقذه. بيبدا قتال قوي جدا ما بين ايريس وروتي، وعلى الناحيه الثانيه بنشوف البير وهو بيعالج دندان علشان ينقذه من الموت. في الوقت ده بتكون روتي بتقاتل بكل قوتها، وايريس بيركز علشان يخليها تلمس السيف اللي معاه، ساعتها هتبقى تحت سيطرته وترجع البطله اللي هو يعرفها من تاني. بتستخدم روتي قدره من قدراتها واسمها الزوبعه العظيمه، وبتقدر بالقدره دي انها تدمر كل السيوف اللي في المكان. بس في اللحظه دي بتظهر سيودورا وبتهاجمها، ولما بتسالها بتهاجمني ليه بترد عليها وبتقول لها ان البطله لازم تموت علشان العالم يعيش في سلام. ساعتها بتقول لها انها ما كانتش عايزه تبقى البطله ابدا. وفي الوقت ده بتساعد تير وبتقول لسيودورا ان روتي مالهاش ذنب في اي حاجه وانها بتحبها علشان روتي مش عشان هي البطله اللي العالم بيعتمد عليها. وفي ثواني بيهاجمهم تنين ضخم، بس بيتدخل ريد وبيقتل التنين ده وبيخليه يختفي تماما. ولكن في اللحظه دي بيستخدم ايريس تعويذه جديده وبيهجم بها على ريد، والتعويذه دي بتكون عباره عن مكعب ضخم من الحديد هيرمي عليه. لما بتروح روتي تنقذه بتقف سيودورا قدامها، وهنا بتقرر روتي انها تقتلها، بس بيجي شي سندان وبيهاجمها هو كمان. وفي الوقت ده بتسال تيسي ايريس وبتقول له انت بتعمل ليه كده؟ فبيقول لها انه لازم يضحي بروتي علشان قدرتها تستمر، وبيكون واضح ان ايريس اتجنن خلاص يا عيني. بتقول له تيسي انها بنت عاديه وعندها مشاعر، وكمان هي بقت صاحبتها، وبتقسم انها مش هتسيبها تقع تحت ايد مجنون زي ايريس. هو لما بيحاول دويني يتدخل ويعمل اي حاجه بيقوم ايريس قتله. في الوقت ده بنلاقي ريد وتير بيقعوا، بس بنشوف دلان هو واقف تحت وبيقول ان هو لازم ينقذهم لانهم اصدقائه، ما ينفعش يسيبهم بالطريقه دي. وفعلا بيقدر ينقذهم في اللحظه الاخيره عن طريق تنين من الهواء، وبيسيبه يطلع ريد تاني للاوضه. بيتعصب ايريس جدا، بس بيكون الاوان فات وتيسي بدات تساعد ريد عن طريق العنكبوت اللي معاها اللي شلح حركه ايريس تماما. في الوقت ده بيجي ريد وبيخلص عليه، وعلى الناحيه الثانيه بنشوف قتال قوي جدا ما بين روتي وشي سندان، وبتقول له ان هي عايزه تعيش حياه عاديه جدا ومش عايزه تبقى بطله. بتديله ضربات كتير قويه ورا بعض لحد ما بتخلص عليه هو كمان، بس الصدمه انها بتمسك سيف من اللي حواليها زي ما ايريس كان عايز. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ريد وهو بينقذ حياه سيودورا، وبنعرف انه انقذ وين اللي بيقول له انت ليه بتنقذها برغم من انها هجمت اختك. فبيقول له ان هي صاحبتها وانه لازم يحافظ على حياه كل اصحابها. وفي الوقت ده بتيجي روتي مره واحده وبتهاجم ريد بسيفها الجديد، لكن بتيجي تيسي وبتاخد الضربه بداله. بتقول لها الشخص ده يبقى اخوك وده اكتر واحد ما ينفعش تاذيه. فبيفهم ريد ان هي مش في وعيها وبيطلب من تير ان هي تعتني بتيسي. بعدها بتجري روتي ناحيته بتضربه بالسيف، ولكنه بيتفادى كل ضرباتها وبيكون خلاص هيستخدم السيف البرونزي بتاعه. وهنا بيتدخل دوين وبيقول له انت مجنون، اوعى تفكر تهاجمها بالخرده اللي معاك دي. بالفعل بتقدر روتي تقسم السيف نصين بشكل غريب، بس بتكون دي خطه عملها ريد علشان يوقع السيف من ايديها. فعلا بتنجح الخطه، ولما بيقع السيف بترجع روتي لوعيها من جديد وبتروح تحضن ريد وبتعيط جامد. في الوقت ده بيطلع لهم البير ومعاه دلان، وبتقول تير انها مش عارفه تنقذ تيسي لحد ما بتروح روتي علشان تنقذها. بس الصدمه انها بتلاقي نفسها مش عارفه تستخدم القدره بتاعتها، فبتفضل تعيط وبتقول يعني بعد ما اخيرا لقيت صديقه هتموت بسببي. بتقول انا طول عمري بتمنى قوتها تروح مني بس مش في اهم وقت في حياتي. في اللحظه دي بتيجي سيودورا وبتنقذ تيسي، وبعد ما بتنقذها بتعتذر لهم عن اللي عملته، وبتقول للريد انها اتعلمت من قصته ان الشر
الشخص مش لازم يكون قوي علشان يبقى بطل. بتقوله انها تتمنى تعيش الحياه اللي هو عايشها، وبكده بتكون المعركه خلصت. وبعد فتره بنشوف ريد وهو خارج من الصيدليه بتاعته وبيقول ان ايريس دمر كل حاجه حرفيا، وفي الوقت ده بيلاقي التلج بيسقط في المدينه. وبس يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتوصل الفيديو ده 7000 لايك، وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. انا اسف على التاخير اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول، حقكم عليا، ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. صلوا على النبي وسلام.